كشفت مصادر دبلوماسية في نيويورك بأن أعضاء مجلس الأمن تلقوا إحاطتين من ستيفن دي ميستورا المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، وألكسندر إيفانكو الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة مينورسو في أفق اعتماد قرار متم أكتوبر الجاري بتمديد مهمة البعثة لمدة عام، كما أوصت بذلك الأمانة العامة للأمم المتحدة. واستمع أعضاء مجلس الأمن خلال المشاورات المذكورة إلى إفادات المسؤولين الأمميين على ضوء التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة حول قضية الصحراء المغربية، والذي أدان فيه غوتيريش على الخصوص الانتهاكات والعراقيل المتكررة التي تفرضها ميليشيات الجبهة الانفصالية على حرية حركة مينورسو وأنشطتها الميدانية. ووقف الأعضاء على تدهور وضعية حقوق الإنسان في مخيمات تندوف بالجزائر، واستمرار التجاوزات والانتهاكات واستغلال بوليساريو لحقوق السكان المحتجزين سيام الحق في حرية التعبير والتنقل. ومن جانبه جدد أمين عام الأمم المتحدة التأكيد على أسس العملية السلمية الأممية، كما نص عليها مجلس الأمن في كافة قراراته منذ 2018، مشيرا إلى أن التوصل إلى حل لهذا النزاع يعد ممكنا شريطة انخراط جميع الأطراف المعنية وخاصة الجزائر بحسن نية وواقعية وبروح من التوافق في جهود التيسير التي يقودها مبعوثه الشخصي، في استمرارية لدينامية اجتماعات الموائد المستديرة التي أطلقها سلفه. وتطرق دي ميستورا خلال هذه المشاورات إلى الزيارة التي قام بها بدعوة من المغرب إلى العيون والداخلة بالأقاليم الصحراوية للمملكة ما بين 5 و7 شتنبر الماضي، مبرزا مخرجات محادثات مع المنتخبين المحليين والأعيان وشيوخ القبائل الصحراوية الذين عبروا له عن تشبثهم الراسخ بمغربية الصحراء ودعمهم للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في إطار السيادة الوطنية للمملكة ووحدتها الترابية، ووقوفه على وجود ديمقراطية محلية في الأقاليم الجنوبية، إذ يقوم السكان بانتخاب ممثليهم على مستوى البرلمان الوطني والهيئات الجهوية والجماعية. وأطلع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة أعضاء المجلس على دينامية التنمية الحثيثة التي عاينها والتي تشهدها الأقاليم الجنوبية منذ عودتها إلى حوزة الوطن الأم، وكذا الهدوء الذي تنعم به هذه الأقاليم والبنيات التحتية الهامة التي تم إنجازها من أجل النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للصحراء في إطار النموذج الجديد لتنمية الأقاليم الجنوبية.